الكره لمحمد علي منصر يخليها لياس جلاسي يلعب مع ادم رجيبي. شوفوا الخنيسي، شوفوا الخنيسي كيفاش خرج، شوفوا السرعه اللي خرج بها تاع ياسين الخنيسي. وضربه جزاء يقول الحكم رشدي قزقز لصالح الترجي. الدقيقه 37. هاي اعاده. شوفوا خروج بسرعه من طه ياسين الخنيسي، تدخل من بلال بن مسعود قائد فريق المستقبل الذي بالمرسى. هاي اعاده مره اخرى من زاويه اخرى. الحكم رشدي قزقز يصفر ضربه جزاء. هاي اعاده من زاويه مختلفه. ضربه جزاء لصالح الترجي. 38 دقيقه لعب. طه ياسين الخنيسي، لكن النقاش مازال متواصل مع حكم المباراة رشدي قزقز. هاي إعادة. شوفوا طه ياسين الخنيسي، كانت الكرة مع بلال بن مسعود قائد فريق المستقبل يعني من مرسى. انذار. شاهدت الإشارة من بلال بن مسعود، قال التماس لصالح مستقبل المرسى. طه ياسين الخنيسي هل هو اللي مشيت ولا التنفيذ. هداف الترجي قاعد يمر بفتره تعاسه كبيره ياسين الخنيسي، والهدف الاول لصالح الترجي. 38 دقيقه لعب. طه ياسين الخنيسي. هاو اعاده يعني في الوسط والواقف الحارس يوسف الطرابلسي الفوق الكره. صعاب الكرات هذو يعني وين يكون موجود الحارس الفوق صعيب التصدي لمثل هذه الكرات. هاي اعاده من زاويه اخرى. مشكورين كل زملائنا المصورين التقنيين. دخل من خليل شمام. محمد علي منصر هجوم معاكس صالح الترجي. زعبيه تلعب الكره في مناطق مستقبل مرسى. حذر خطيره العمليه اولى وثانيه في دين يوسف الطرابلسي وتعدت الكره. هدف ثاني بامضاء محمد علي منصر وخطا من الحارس يوسف الطرابلسي. دقيقة 65. محمد علي منصر يضيف الهدف الثاني. شوفوا الإعادة. زعبية حذر تسديدة أولى من منصر، والثانية فرط فيها بكيفية غريبة يوسف الطرابلسي. خطأ كبير من حارس المستقبل. إعادة من زاوية أخرى. شوفوا الكرة كيفاش تعديت على يوسف الطرابلسي، ما كانتش صعيبة صراحة، لكنها كانت هدف ثاني رغم التدخل من محمد مروان الخلفي. خطأ كبير من يوسف الطرابلسي، أكيد شاعر بهذه تقريبا 25 متر على مرمى السيد الغانمي. الوسلاتي هو اللي خير التنفيذ. رائعة روعة جول ممتاز من عبد القادر الوسلاتي. الفنيات تتكلم في مخالفة الوسلاتي من بعد 25 متر. تغالط زياد الغانمي. كرة يتفاعل معها جمهور النادي الافريقي وتهتز معها مدرجات ربي رادس على مستوى التنفيذ بشكل ممتاز وعالي بالفنيات لعبد القادر الوسلاتي. في 90 بلغة الكرة وين يسكن الشيطان حطها له عبد القادر الوسلاتي، لم يشاهدها زياد الغانمي فوق الجدار. 1-0 عبد القادر الوسلاتي في حواره مع زياد الغانمي. 1-0 للنادي الافريقي بعد 41 تخنق. يلقى عبد القادر الوسلاتي سلاك الواحلين. كرة من صابر خليفة والأجمل النادي الافريقي مع محمد علي بن سالم. خليفة يمر يعدي. الثاني الهدف الثاني للنادي الافريقي. مهدي الوذرفي بكرة خرجت من عبد القادر الوسلاتي. صابر خليفة يتلاعب بدفاع الأولمبي الباجي ويسجل الهدف الثاني. مهدي الوذرفي الشاب مهدي الوذرفي العائد للتشكيلة الأساسية
يحط روحه في مركز راس حربة. شوف خليفة شعمل بمحمد علي بن سالم في مساحة ضيقة على متر ويربح الدويل. خليفة يهرب يعدي ويعطي روتري، وسام بن يحيى هو اللي كان سحب اللمسة والتمريرة الأخيرة. الجولدن بوي في وسط الميدان. صابر خليفة إلى مهدي الوذرفي، وهدف ثاني للنادي الإفريقي في توقيت 72 دقيقة لعب في المباراة. صنع الهدف خليفة وقبله وسام بن يحيى وكملها في الخاتمة. كرة صابر خليفة في مناسبة أولى تضرب في العرفاوي. عرفاوي حب يعمل سيزو يتضرب صابر خليفة، وفي تقدير أمير العيادي ضربة جزاء والتدخل على صابر خليفة اللي باش يتكفل بالتنفيذ. خليفة الغانمي، صابر خليفة، والهدف الثالث للنادي الافريقي، والهدف الثالث لصابر خليفة في عداد الهدافين في الكونتر. صابر خليفة سجل امام النادي الرياضي لحمام الانف، وسجل في مرمى المستقبل النادي بيجابس، وتوصل للتهديف من ضربة جزاء امام الاولمبي البلجي للجولة الثالثة على التوالي. صابر خليفة هداف وبيوتر مع السياف في الدقيقة 83 باش يلتحق بالشنيحي والخنيسي كأفضل المسجلين إلى حد الآن. تلقوا معاه يبدأ التشويق. فقط 5 دقائق لعب يوسفا مبنجي يقود هجوم يراوغ يسدد ضربة جزاء دون تردد يصفرها الحكم يسري بوعلي. في التنفيذ حمزة إجلاسي التألق للحارس نعيم المثلوثي يتصدى يمنع الهدف. إمكانية افتتاح النتيجة تضيع سيبي. الهجوم يتحول معاكس لاتحاد تطاوين يقوده سيف الدين الجربي. يمرر في طبق رفيق الكمرجي وجه لوجه مع حمدي القصراوي. القصراوي يفسخ هدف واضح. كل فريق يضيع والفرص تتعدد من الجهتين، وخاصة على إثر الكرات الثابتة. مخالفة ينفذها عبد القادر ذو محمد أمين ذياب براس محاذية للمرمى. ركنية من يوسف مبنجي ودفاع اتحاد تطاوين يمنع محاولة مهدي رصيصي الرأسية. مرتضى بن وناس يمر، برانس إبراء يسدد ضعيفة. المحاولات تصبح واحدة بواحدة، وحمدي القصراوي يتصدى لتسديدة عبد الرؤوف الحرزلي. شوط أول ينتهي على مخالفة من مرتضى بن وناس. مهدي رصيصي براس الحارس نعيم المثلوثي في نهاره يتصدى. في الشوط الثاني كل ممرن يلعب ورقة جديدة. حمدي عبد الجليل مكان عبد القادر ذو، أسامة الدراجي مكان يوسف مبنجي. تغييرات لم تغير النتيجة رغم الفرص المتعددة من الجهتين. السبب الفورمة اللي أظهرها حراس المرمى الاثنين. حمدي القصراوي اللي تصدى في زوج مناسبات متتالية لكرات كل من سيف الدين الجربي ومحمد أمين أذياب. أيضا نعيم المثلوثي اللي يمثل نقطة قوة دفاع فريقه بتصديه لمحاولات مرتضى بن وناس وجاسم الحمدوني. لينتهي اللقاء على تعادل دون أهداف بعد إضاعة جاسم الحمدوني لهدف في وقت قاتل. مستوى فني كبير، وأرضية الميدان أحد العوامل اللي ما خلتناش نشوفوا فرص واضحة وحقيقية لكلا الفريقين. لا جمل تكتيكية ترتقي المأمول، لا تمريرات دقيقة، ولا محاولات تستحق الذكر باستثناء أنصاف فرص لا أكثر، وما شكلتش اختر. درامي ميكايلو من جانب الصيدة يصوب، وحمزة الباهي للركنية. في المقابل ركنية للهمامة من ماهر الحداد لعمر زكري، تصويبته في يد سليم رباعي. الشوط الثاني استيدة تضغط في الهجوم، مخالفة من الفزاعي ورأسية أكرم بن ساسي محاذية لمرمى حمزة الباهي. استيدة الأخطر في الشوط الثاني درامي ميكايلو في محاولة أولى يتوغل بسرعة يراوغ وبوسنينة يقطع العملية، وفي محاولة ثانية من اليسار يتوغل يدخل مناطق الجزاء وتصويبته خطيرة فوق المرمى بقليل. بنفس الكيفية اللي انطلق منها درامي من اليسار، هشام السيفي يعمل كل شيء من الجهة اليمين، وحمزة الباهي يتألق في التصدي والمحافظة على نظافة شباكه. رد الهمامة كان عبر كرة ثابتة من زياد الزيادي ورأسية علاء البوسليمي فوق المرمى. آخر فرصة في اللقاء كانت لأبناء المدرب لسعد الدريدي. يوسف الفوزاعي يمرر، حمزة حدا يمهد بالراس، الشادلي غراب بلمسة يضيع افتتاح النتيجة. ونهاية المباراة على نتيجة التعادل السلبي، نقطة ترفع في رصيد الملعب الجيبسي اللي يصبح ب4 نقاط، ونقطة هي الأولى للهمامة في جدول ترتيب الرابطة المحترفة. في إدارة اللقاء و25 دقيقة أولى كان خلالها لعب سجال بين ترجي زرزيس وضيفه نجم اولمبيك سيدي بوزيد، لكن بنسبة أفضلية أحسن للمحليين من حيث امتلاك الكرة والمبادرة بسرعة الأخطر.
30 دقيقة لعب من المباراة. ترجي الجنوب في حالة هجومية. مروان العاطفي من وسط الميدان يوزع كرة طويلة في اتجاه ستيفن بالقاسم، والأخير ينجح بالتهديف بتصويبة استقرت في شباك الحارس التنظيمي. ردة فعل الضيوف على الهدف جاءت إثر عملية ثنائية بين الأجنبي أولفريد وزميله سانغاري، والحارس أشرف كرير كان أسبق في قاطع الهجمة. 5 دقائق قبل نهاية الفترة الأولى، وعلى إثر كرة ثابتة نفذها رامي بوشنيبة ورأسية ستيفن بالقاسم تنهال على العارضة الأفقية وتضيع بالتالي إمكانية مضاعفة النتيجة. ثم وعلى إثر تبادل كروي سريع في وسط دفاع الضيوف، مرة أخرى ستيفن بالقاسم يخفف التسجيل بعد قطع الكرة من اللاعب الكوني خلفه. آخر عملية في الفترة الأولى جاءت من أقدام زياد العلالي، يراوغ يسدد وكورته ضعيفة في دين الحارس. الشوط الثاني وصل خلاله ابناء المدرب أحمد الأبيض نفسهم الهجومي. العلالي يتوغل داخل منطقة العمليات، يراوغ يسقط والحكم يشير بوسط اللعب. بعد ذلك المدرب نصر معمر يدخل بعض التغييرات على مستوى التشكيلة الأساسية، لكن من جديد الاختار يجي من المحليين من كرة ثابتة وينفذها بالقاسم ورأسية المسعدي تمر بجانب المرمى. دقيقتين بعد حمدي المسلبي من جانب الضيوف يسدد وكورته فوق مرمى الحارس أشرف كرير. آخر فرصة في اللقاء ركنية ينفذها بن طرشة من جانب ترجي عزيز، ملك بحرف الاستقبال يضع الكرة في الشباك، الحكم يعلن عن الهدف ثم يتراجع بداعي المخالفة المرتكبة على الحارس التمزيني بإشارة من مساعده. الشوط الأول من اللقاء كان متوازن مع أفضلية المبادرة لاتحاد بن قردان، يحاول يفاجئ السياسيس في أكثر من مناسبة عن طريق التسديد من بعيد. فادي الهميزي، أحمد ميدا وحسين منصور حاولوا يغلطوا رامي جريدي، لكن محاولاتهم في كل مرة كانت تنقصها الدقة. النادي الصفاقسي على غرار لقاء الفارط عول على الكرة الثابتة، لكن العواضي في موقع مناسب ما يحسنش الترويض ويضيع أول فرص فريقه، ليعود بعد ذلك أبناء الخطوي لتهديد مرمى منافسهم. حسين منصور يوزع في القائم الثاني وجريدي بصعوبة يحط كرة في الركنية تتلعب من فادي الهميزي تمر أمام الجميع، وكوليبالي دون تركيز يحط كرة لبرا. النادي الصفاقسي شبه غاب في مناطق جزاء الاتحاد، يلتجئ للفرديات. حسام بن علي يراوغ الجميع، يتوغل على اليسار ويوزع أرضية، كرة ممتازة ما تلقى حد في استقبالها. ثم سيف الشرفي ما يتحكمش في كورته، وعلي الغربي ما يستغلش خطأ حارس الاتحاد. زوز أبرز فرصها الشوط جاو في الدقائق الأخرى، فادي الهميزي من بعيد يسدد ورامي جريدي بصعوبة يحط كرة في الركنية. ثم طويلة للسياسيس المرزوقي للدربالي اللي يضرب بالراس، وسيف الدين الشرفي بدوره يتألق أمام مدافع النادي الصفاقسي. 45 دقيقة أولى من اللقاء تنتهي 0-0. في الشوط الثاني نزلنا ساق اللعب وقلت المحاولات، وفي 25 دقيقة مارينا كان زوز شبه فرص، عكس هجوم سريع على الاتحاد بن قردان بقيادة الهميزي وميدا، ودفاع السياسي يتدخل ويحط كرة في التماس. تماس يتلعب طويل وياسين بوبلغة بالراس كورته فوق المرمى. السياسي يرد بنفس الطريقة على المرزوقي المير الحناشي وكورته الرأسية عالية. شهاب الليلي وشكري الخطوي يلتجئوا للتغييرات بحثا على الجاهزية البدنية، لكن شيء ما يتبدل في اللقاء. اللاعب ينحصر في وسط الميدان وغياب كلي لفرص التهديف. مخالفة طويلة من الصامتي وأحمد ميدا دون تركيز يحط كرة لبرا، وحمزة المثلوثي يتوغل ويوزع على 6 أمتار، كورته تلقى دفاع الاتحاد في استقبالها لتنتهي المقابلة بالتعادل السلبي 0-0. اتحاد بن قردان يسجل أول نقاطه الموسم ويوقف سلسلة انتصارات النادي الصفاقسي في لقاء لم يرتقي لمستوى. مقابلة زلازة ونجم المتلوي احتضنها الملعب الأولمبي بجابس، وبدأ فريق زلازة بلا مقدمات بالضغط المباشر على حامل الكرة وبناء الهجمة بالتركيز على الثنائي فهمي قاسم وأمير العمراني، لكن محاولاتهم غابت عنها اللمسة الأخيرة. وأبرز فرصة في دقيقة 19 المحليين جاءت إثر إمداد كروي ممتاز من سليم الزكار لفهمي قاسم اللي صوب وغابت عن كورته التأطير. ومع مطلع دقيقة 20 قاد عصام العمدوني هجوم ومرر الكرة سليم الزكار اللي صوب وتصدى لكورته لتعود من جديد ويفتتح النتيجة.
الضيوف بعد الهدف صنعوا الخطر، وكاد ارنست في دقيقة 38 أن يعدل إثر عمل فردي، لكن الحارس العياري كان يقظ وأضاع بعدها بدقيقة برهان الحكيمي فرصة تعديل النتيجة عند مسدد كورتو تنقصها الدقة. في الفترة الثانية الدخول بقوة لفريق المتلوي اللي تحصل على ضربة جزاء منذ دقيقة 48 حولها إلى هدف محمد جمعة خليج وعدل بها الجمعة مدرب القصري قام بإقحام لمجد عامر بغية تعزيز خط الهجوم. وفي دقيقة 80 خالد المليتي لم يكن محظوظ حين صوب وصدمت كورته بالعارضة. الدقائق الأخيرة من المباراة شهدت ضغط متواصل من أبناء المستقبل لكنه كان عقيم، كما عرفت نهاية المباراة إقصاء المدرب محمد كوكي لنقاش أحد مساعدي الحكم، ولينتهي اللقاء بالتعادل. هشام الزرلي والتسديد والهدف ممتاز من صابر خليفة، هدف التعادل ممتاز.